شج رأسه، احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم وأرحب بكم معنا في هذا اللقاء، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي الذين يتواصلون معنا في برنامجكم هلا سألوا، الذي يأتيكم على شاشتكم قناة القرآن الكريم. إذن معكم ومع صاحب الفضيلة في هذا اللقاء الأستاذ والدكتور سعيد بويزري، أمين المجلس العلمي بولاية زوزو، والأستاذ المحاضر بكلية العلوم القانونية. دكتور سعيد، أهلا وسهلا. مرحبا أخي محمد صالح، حياك الله. الله يسلمك. ويسعدنا ويسرنا أن نتواصل مع إخواننا وأخواتنا على الأرقام الهاتفية والتي تظهر لكم تباعا بين الفينة والأخرى من عمر هذا البرنامج. في هذا اليوم اتجه الألوف من أبنائنا وبناتنا إلى قاعات الاختبار في مدارسهم بعد شهور من العمل والجد والاجتهاد، وقد استعد الطلاب لاختبارهم وامتحانهم هذا بأنواع النشاط والاستعداد. وللامتحان والاختبار مشاهدين الكرام شيء من الرهبة في نفس الطالب وأهله، إذ هو يحدد مصير صاحبه دراسيا، فتغمر الفرحة بالنجاح ويسود وجهه أو يعلوه الاكتئاب بالفشل والرسوب إن لم يوفق في هذا الاختبار. والوالدان في قلق وترقب لحصاد أولادهم بعد عناء سنوات طويلة من التحصيل العلمي والدراسي. إذن هذا اليوم اتجه أبناؤنا وبناتنا إلى اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، هذه الشهادة المهمة لكل أبنائنا وبناتنا. لا يفوتنا فضيلة الدكتور أن نقف وقفات مع هذا الامتحان، مع هذا الاختبار، وقفة مع الأبناء والبنات، وقفة مع الأولياء، ووقفة كذلك مع المدرسين ومن وضعوا وخططوا المناهج. تفضل دكتور. لك الفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أسأل الله عز وجل أن يوفق جميع التلاميذ في هذا الامتحان المهم. أسأل الله عز وجل أن يحفظهم جميعا من كل سوء، وأن يوفقهم للإجابة الصحيحة، فمن جد وجد ومن زرع حصد. كذا المعالي إذا رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب. رحم الله القائل إذا غامرت، هو الشاعر متنبه، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ورحم الله الشاعر الذي قال علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف. فقال العلم أنا أحرزت رايته، وقال العقل أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. نتمنى أن يكون الهدف الأول من أبنائنا وبناتنا هو العلم، التحصيل العلمي. نعم. بالدرجة الأولى. لعلم الجميع ثبت في تاريخنا الإسلامي المشرق أن كبار العلماء وكبار الفقهاء كانوا يحصلون العلم ويجتهدون في تحصيله بكل ما أوتوا من قوة، ولا يربطون بين العلم والمعيشة، لا يربطون بين العلم والمعيشة، فهم يجتهدون ويعملون من أجل تحصيل العلم، من أجل العلم في حد ذاته، لأن الله عز وجل قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال أيضا وقل رب زدني علما. وحينما نقرأ بعض الكتب تبين يعني صدق ما نقول. أذكر على سبيل المثال كتاب للدكتور المحقق عبد الفتاح أبو غدة تحت عنوان قيمة الزمن عند العلماء. قيمة الزمن عند العلماء، يروي لنا ويحكي لنا حكايات عن العلماء الذين أبدعوا في هذه الدنيا في جميع مجالات الحياة، كيف كانوا يحسنون استثمارهم لأوقاتهم وزمانهم وأعمارهم، بل كيف
كانوا يعني غيورين، لهم غيرة كبيرة على التحصيل العلمي، وكيف كانوا يقدمون أفضل ما يملكون من جهدهم واجتهادهم وقوتهم وعرقهم وسهرهم من أجل التحصيل العلمي. وكذلك نجد له كتابا آخر تحت عنوان صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. يروون أيضا كيف أن هؤلاء العلماء كانوا من الصابرين في تحصيل العلم، كانوا يجتهدون وكانوا يمنحون ما يملكون من أجل التحصيل العلمي. ومما ذكره هذا الكاتب المحقق قال: إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وأنت في ذلك البعض في حيطة وحذر. مجموعة من الرسائل قدموها لأبنائنا وكذلك للمدرسين والأولياء. أبدأ بالمدرسين فأقول: معاشر المدرسين، جاء وقت الحصاد. اجتهدتم، صبرتم، تعبتوا، قريتوا، درستوا. الآن صدق الشاعر اللي كان أعطى قيمة كبيرة للمعلم والمدرس: قف للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. كاد المعلم أن يكون رسولا. نقول لهم جزاكم الله خيرا على ما قدمتم، ولكن الآن أكملوا المسيرة وأكملوا الرسالة، فلا تزال رسالتكم العلمية في انتظاركم، وكذلك رسالتكم أيضا التربوية. إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله، وتشوفوا الحصاد نتاع اجتهادكم وعملكم من خلال هؤلاء التلاميذ، من خلال نجاحاتهم المختلفة في جميع التخصصات. رسالة أخرى للأولياء. الآن الحمد لله فيه وعي كبير عند الأولياء، يعني هناك بعض الأولياء يعني ربي يسر أمورهم إن شاء الله تعالى، ما زالوا يعني يصنعون جوا من الرعب لأولادهم، جو من صحيح الامتحان في حد ذاته له هيبة، له كما يقولوا نوع من الخوف والقلق، هذا أمر موجود شيء طبيعي، ولكن إذا تجاوز الأمر حده انقلب إلى ضده. الأولياء هم الذين لابد عليهم أن يجتهدوا من أجل صناعة أو خلق جو من السكينة والطمأنينة. هذا الجو هو الذي يساعد الأولاد على استثمار معارفهم ومعلوماتهم، وكذلك هذا الذي يزرع فيهم الأمل، وهذا الذي يزرع فيهم الثقة في الله والثقة في النفس، باش على الأقل كي يوقفوا أمام الامتحان، يعني في قاعة الامتحان، يستحضرون معارفهم ويستحضرون ما درسوا خلال السنة. أما إذا كان يعني الأولياء يكون الأولاد ويزرعون فيهم نوع من الخوف والرعب والتهديد، أحيانا بعض الأولياء يهددون أولادهم إن لم يتحصلوا على النتائج المشرفة. نقول لهؤلاء: راجعوا أنفسكم قبل فوات الأوان. الأولاد يحتاجون إلى تثبيت، ويحتاجون إلى تشجيع، يحتاجون إلى تحفيز، يحتاجون إلى زرع الأمل، يحتاجون إلى أولياء يقبلونهم، يقبلون نتائجهم. إذا كان ناجحين الله يبارك الحمد لله يفرحوا لهم، نعم. وإذا كان أي واحد منهم خسر ما كان حتى مشكلة، وثمير الدنيا ما خلاتش الدنيا، ما زال الدنيا قايمة. بالعكس، والله كم من تلميذ رسب في الامتحان وكان رسوبه سببا في تحقيق نجاحات بعد ذلك بلا فشل ولا خسارة. نعم. أليس كذلك محمد صالح؟ نعم. يعني تلاميذ ممتازين وليسوا يعني صحيح متوسطين. يكون تلميذ ممتاز ولكن لا يوفق في الامتحان، شيء طبيعي. ولكن هذا الرسوب في الحقيقة يتحول إلى طاقة قوية، نعم. إلى قوة دافعة تدفعه إلى تحقيق ألوان من النجاحات في حياته. نعم. كل محنة تزيد في العقل، أكيد. المحنة ترنوذي العقل ويلهرس يثبت محنن. وكذلك كلمة أخيرة للتلاميذ، نقول لهم الحمد لله اليوم فات بخير إن شاء الله تعالى، وتبعنا هكذا بعض الأخبار، يعني الحمد لله. نعم. الأولاد فرحوا إن شاء الله يزيدوا يفرحوا أكثر، وننصحوهم ما تشوفش كاع الإجابة الامتحان اللي فاتوا اليوم الصباح والعشية، ما تشوفش الإجابة. حضر نفسك نفسيا معنويا علميا للامتحانات القادمة والسلام، وإن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله. ما زرعتموه تحصدوه إن شاء الله نجاحا باهرا. ربي يحفظكم وينصركم إن شاء الله. ديروا في بالكم ثقة في الله عز وجل، أنتم اتخذتم الأسباب وعلى الله النتائج، ونقول مرحبا باللي أعطى الله. هذا هو اليقين في الله عز وجل، هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا هو المؤمن الحق. وربي يحفظكم ويجعلكم جميعا من أعلام الهدى.
بارك الله فيك دكتور سعيد على هذه التوجيهات وعلى هذه النصائح والإرشادات المهمة لكل أبنائنا وبناتنا الذين يجتازون هذه المرحلة المهمة من مسارهم العلمي والدراسي، والذي لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نسأل اللهم التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يكلل عملهم وتعبهم بالنجاح والفرحة لأوليائهم بحول الله وقوته. أم أحمد من ولاية وهران، السلام عليكم يا أم أحمد. أم أحمد، نعم. السلام عليكم ورحمة الله. سؤال عندي نخدم في مؤسسة الدولة، وكان عندهم وداروا في بلاصتهم وحدين جدد. لا كان نجيب هذوك بطاطين واحد إذا كان ماشي حرام باش نديه. ما سمعت. والسؤال الثاني عندي زوجة أبي والأب تاعي توفى في مدة، والأب تاعي خلى ممتلكات وهذيك الممتلكات اللي خلاها. نادية رجاء، أين الخلل؟ ألو. لا أسمع جيدا يا أم أحمد. ها؟ مانيش أسمع فيك. قلت لك سمعت السؤال الأول ولا ما سمعتوش؟ نعم، رجاء أتبقى على الخط الداخلي حتى نرى أين المشكلة. دكتور سعيد. ألو. نعم. أنا عندي أختي خديجة من مسيلة، تفضلي يا خديجة. ألو. نعم يا خديجة، ارفعي صوتك. نعم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا نشكركم على الحرصة. شكرا جزيلا أختي. لدي مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول فيما يخص دعاء الاستفتاح. نحن الآن في الجزائر لا نقرأ دعاء الاستفتاح، والذين يذهبون ما نذهب إلى البقاع المقدسة هل نقرأ دعاء الافتتاح أم لا؟ والسؤال الثاني، أنا أؤخر كثير الأحيان أؤخر صلاة العشاء إلى آخر قبل النوم بهدف أن أنام على وضوء، هل هذا التأخير فيه ذنب أم لا؟ يعني كم تأخرها إلى متى؟ مثلا قبل النوم 11 أو 12 أحيانا. السؤال الثالث في السفر، مثلا عندما أسافر مثلا إلى العاصمة وأرجع في نفس اليوم، في بعض الأحيان عندما أكون في المحطة في وقت الظهر أصلي الظهر قصرا، وفي بعض الأحيان أصلي مثلا الظهر والعصر أقصر وأقدم جمع تقصير وتقديم. في بعض الأحيان أثناء السفر يقوم السائق أو في الطريق بالتوقف لمدة مثلا في أثناء صلاة العصر، هل أعيد صلاة العصر أم لا؟ أنا في البداية لا أعرف هل يتوقف أم لا، لكن أحيانا يقع أن يتوقف السائق في أثناء صلاة العصر، هل أعيد صلاتي أم لا؟ نعم. نعم. البسملة في سورة الفاتحة هل هي واجبة أم لا؟ الصلاة المفروضة. وشكرا. نعم، شكرا خديجة. أستاذ سعيد. نعم. محمد من بيتنا، تواصل مع محمد. أخ محمد مرحبا. أخ محمد من بيتنا، أهلا وسهلا، مرحبا. الأخ محمد الرجاء رفع الصوت من أجل التواصل معك. يبدو أننا فقدنا الأخ محمد. نعم. إذن دكتور لا بأس إن شاء الله نتواصل مع الأسئلة الواردة. لديك أسئلة وردت إلينا قبل اللقاء. نعم. ممن؟ السؤال الأول، الأخ عبد السلام قال لك والدي مريض بمرض السكري وهو كبير في السن، يعني عمره 82 سنة ولا يريد الإفطار. السؤال يقول أرجو أن تشرحوا له الأمر، يعني هذه المسألة بالأمازيغية ونشرحها بالعربية وبالأمازيغية معا. أولا يا أخي العزيز، أخبر والدك بأن الله عز وجل الذي فرض الصوم على القادرين عليه كتب على يا أيها الذين آمنوا، على المؤمنين جميعا، على القادرين من المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، في آية أخرى
فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وبعدين ربي قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المريض بمرض السكري يعني لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع. بعض الناس يستطيعون، ولكن اللي يوصل باش يعني يدير الانسولين وكذا، يعني يوصل درجة معينة من المرض لا يطيق. وهذا الأمر يدرك بأمرين: إما عن طريق التجربة، واحد شاف روحه ما يقدرش وهذا يكفي، أو عن طريق الطبيب المعالج، هو اللي يقول له لا، أنت صحتك ومرضك لا يسمحان لك بالصيام. وربنا قال في القرآن ولا ينبئك مثل خبير، وربي قال فاسأل به خبيرا. الخبير في الصحة هو الطبيب. طيب إذا قال لك هكذا فعليك أن تفطر. نقول لك قاعدة أخرى، ذكرت لك الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حتى لا يتداخل ما هو طبي بما هو شرعي. نعم، الطبيب يعطي الوصف فقط، الطبيب ولكن يعطي أحيانا الوصف. الأطباء يفتون. لا نعم. والطبيب لذلك يقول لك الطبيب والمسلم الثقة. نعم. خاطر ذاك تلقى واحد الطبيب هو أصلا ما يصومش، مع احترامه لجميع الأطباء ولعلومهم، إذا كان هو لا يصوم لا يعير اهتماما للصيام، فبالتالي إذا ممكن هو أي مرض خفيف يقول روح تفطر والسلام. ولكن طبيب بحكم خبرته وبحكم علمه، ويفترض يعني ضميره لا يسمح له أن يقول للإنسان، إنما هو يقرر من ناحية الصحية. ويأتي المفتي أو الإمام هو الذي يفتي بجواز الإفطار، وفتوى الإمام أو المفتي مبنية على تشخيص الطبيب الخبير. ونزيد نقول له ربي قال في القرآن الكريم وما جعل عليكم في الدين من حرج. نستقبل مكالمة. نعم، في مكالمتين. نعم. نستقبلهما. ثم نعود إلى الجواب. محمد من باتنا وكوثر من وهران. محمد أبدأ معك. السلام عليكم ورحمة الله. خويا محمد السلام عليكم. إذا تسمعني تفضل يا محمد. نعم محمد. إلى كوثر، لا بأس إن شاء الله. من وهران كوثر. الو السلام عليكم. وعليك السلام يا كوثر. الو نعم تفضلي كوثر تفضلي. أنا أسمع فيكم. ونحن كذلك تفضلي. تفضلي كوثر، نستمع إليك جيدا. لو تسمعنا من الهاتف يعني. بغيت نسقسيك على الو يا كوثر تفضلي. تفضلي. راك تسمعي فيا من التلفاز، وهذا يجعل صدى ويجعل فراغ بيننا وبينك. رجاء اسمعينا من الهاتف. لا بأس إن شاء الله. رجاء من كل متصل ومتصلة لا يسمعنا من التلفاز بل يسمعنا من الهاتف، حتى نستغل أو نستغل ذلك الفراغ. دكتور سعيد، أيضا في خبرة الطبيب أحيانا يحتاج المريض للفطر بسبب الدواء، لأن عليه أن يتناوله في وقت معين كمنتصف النهار أو قبيل الإفطار وغير ذلك. إذن هذه المواعيد هل تبيح الفطر؟ نعم. سؤالك الأخ محمد صالح أيضا يعني مفيد جدا. نعم. لأنه فعلا إذا كان طبيب هو الذي قدر، هو يستطيع الصوم. نعم. ولكن نعم. هو قادر على الصيام، ولكن الطبيب أمره بتناول الدواء ربما عدة مرات في نهار رمضان، فبالتالي هذا عذر يسمح له بالإفطار بعد ما يرجى برؤه إن شاء الله تعالى، بعد ما يشفى من مرضه يقضي أيامه على أن يقضيها قبل مجيء رمضان المقبل. في أمر آخر، قاعدة ذهبية نتعلموها، هذه الصحة ربي هو اللي يعطيها للناس، فإذا سلبها يخفف على الناس. نعم. القاعدة باختصار: إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. استقبيليث ما شاكينيغ مادام بفاشاكي ذا موضين يرنا يهلك يوظن سكر إلى قد يتشا رمضان، خاطر ولا يريد الإفطار ماشي ذي الفغيس. احنا نعرفوا بأنه الناس كبار خاصة أخي محمد صالح عندهم حرمة خاصة لرمضان. نعم. يقول لك عندي 50 سنة وأنا نصوم، وكيف درك يجي نهار ونفطر، الناس كلها صايمين وانا نفطر. نفهم هذا الموقف، هذا دليل على احترام حرمة رمضان
بامتياز، وهذا دليل الإيمان. نعم بارك الله فيك، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وربي قال في القرآن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن يجمع أتش رمضاني من بعد أتفضل والسناقي أتصدق فلاسن وذي قبل ربي في الله وفلنا جميعا. شكرا دكتور. معنا أم إكرام من ولاية تيارت. السلام عليكم. نعم أم إكرام. أنا حبيت نسأل الشيخ في واحد الأمر تاع أخت. تفضلي تفضلي. هذه أخت كيما نقولوا حنايا هذه أخت راهي متزوجة الآن، بصح هي قبل لا تتزوج كانت مع إنسان حملت معاه. من بعدها كي حملت معاه عاود هذا الإنسان اعترف جابت معاه بنت. من بعد هو إنسان كيما نقولوا فقير ما عندوش المال، فتح عليها غير بالتمر وحليب. وكي عقدوا عند وكيل الجمهورية قالوا باللي هو وعدهم باللي يعطيهم مهر 5 ملايين، بصح الشهيد ما وفاش، ما عندوش. دوكا هي متزوجه معاه عندها 3 دراري معاه، بصح هو ما عطاهاش المهر. جاب شهود، هذوك الشهود جاب شهود كي وثق فيهم وكيل الجمهورية قالوا هذا الشهود حفروا قالوا نعم. من اسكو دوكا عقدهم هذو زواجهم صحيح ولا باطل ولا كيفاش يديروا؟ وهذا انسان فقير ما عندوش القدره كما نقولوا الماليه، والحمد لله هي دوكا راه انسانه ثابت وراهي تصلي. ربي يتوب عليها ان شاء الله. ان شاء الله. واضح. وهي قالت لك راني حاولت نتوب كيفاش ندير؟ واضح ان شاء الله. هيا شكرا. السلام عليكم. بالسلامه. شكرا. فاطمه الزهراء من فرنسا. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. الحمد لله نشكركم. نعم المكالمة تتقطع يا فاطمة الزهراء، لا نستطيع أن نتواصل معك، رجاء أعيدي الاتصال. إذا نواصل في الأسئلة الواردة دكتور سعيد. سؤال من النرويج، قال لك احنا النهار طويل جدا، الفجر يكون في حدود الساعة 22 دقيقة، والمغرب الساعة 22 يعني 10 ليلا و48 دقيقة، يعني تقريبا 21 ساعة صيام. كي يكون هكذا مدة طويلة الصيام يكون بالقياس إلى أقرب بلد مسلم. هذا مكان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك سؤال ثالث. نعم. السؤال الثالث هو يسأل صاحبنا اسمه عبد القادر من المدية، يسأل عن الطلاق الذي تصدره المحكمة. يعني هو لم يطلق زوجته لفظا، ما قالهاش أنت طالق، ولكن رفع دعوى قضائية بالطلاق، صدر حكم الطلاق وهو ندمان الآن، يندم، يريد أن يرجع زوجته. يسأل يقول أنا لم أطلق زوجتي لفظا، ولكن أنبهك يا أخي الكريم أنك كتبت صيغة الطلاق، والطلاق يقع لفظا ويقع كتابة. ممكن تقول لي نيابة وتوكيلا، ممكن تقول لي ماشي انت اللي كتبته. نعم. كتبه عنك وكيلك اللي هو المحامي ولا الشخص اللي كتب لك أنا فلان كذا كذا، أنك تريد الطلاق، تطلب من القاضي باش يطلقها، مع أنت فهي طالق. والشيء اللي أكد أطلب فك العصمة الزوجية خلاص. إذن والطلاق هنا قابل للنيابة والوكالة. ثم أن القاضي أصدر حكمه بالطلاق طبقا للمادة 49 وما بعدها، أو المادة 48 لقانون الأسرة، جاب من المادة 47 إلى غاية المادة 57 مكرر. هذه كل المواد تنص على أحكام الطلاق. فالحكم الذي يصدره القاضي بالطلاق هو طلاق بائن بينونة صغرى، ثم أن نسخة من الحكم القضائي الذي يقضي بالطلاق، هذه النسخة ترسل إلى ضابط الحالة المدنية، إلى البلدية وين عقدت مع زوجتك، ويفسخ عقد الزواج. إذن الآن شرعا وقانونا زوجتك مطلقة، ما عندك حق تقول أراجعها، لأن الرجعة هذه تتحقق
في الطلاق الرجعي، يعني في عدة الطلاق الرجعي. إذا طلق الرجل زوجته أثناء العدة كما قال القرآن: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقبل ذلك قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وبعدين ربي في آية أخرى يقول في القرآن الكريم، يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بمعنى في فترة العدة من طلاق الرجعي يجوز لك أن ترجع زوجتك بلا مهر ولا عقد جديدين. ولكن إذا صدر الحكم بالطلاق لا بد أن تعقد عليها من جديد، تقرأ الفاتحة وتعقد عليها على مستوى الحالة المدنية. ونبه سادة الأفاضل إلى ما ورد في المادة 50 من قانون الأسرة. هذه المادة تحتاج إلى مراجعة، وكذلك المادة 49 تحتاج إلى مراجعة. إذا جمعنا بين المادتين يمكن استخراج جملة من التناقضات بين القانون وبين الشريعة الإسلامية، وهذا لا يليق، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا. لذلك مثلا المادة 50 تقول: تنص على الآتي: من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح، طبقا للمادة 49 التي قررت حق القاضي في إجراء جلسة الصلح حوالي 3 جلسات الصلح أو أقل أو أكثر، يجريها في فترة 3 أشهر. والقانون رابط هذه الجلسة بالمدة الزمنية، وهذا خلل في اعتقادي. والأفضل إن شاء الله في التعديل القادم أن يراعي المشرع الجزائري هذه المسألة مهمة جدا. لابد أن يربط بين الرجعة وبين العدة الشرعية، ليلزم القاضي بالبحث والتحري هل انتهت العدة، فإذا انتهت بانت منه يتحول الطلاق الرجعي طلاق بائن، وإذا لم تنتهي يجري جزاته. المادة 50 تنص على الآتي: ومن راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد. فنفترض جدلا أن العدة الشرعية قد انتهت، وأن القاضي قد أجرى جلسة الصلح بعد نهاية العدة الشرعية، ونجح الصلح وطبق المادة 50، ووقع الزوج والزوجة في محظور شرعي، يكون في حرج شديد. الشيء الذي يحدث واقعا. نعم. للأسف الوقت ما يسمح باش نناقشوا كاع هذه المواد، ولكن هذا هو. نقول لك سي الأخ عبد القادر خلاص، يعني الآن حبيت ترجعها ما في مشكلة، ماشي رجوع، تروح تخطبها من جديد وفتحة من جديد وعقد من جديد ومهر من جديد. نعم. نعم. شكرا دكتور. سؤال وارد إلينا أيضا من إحدى الأخوات بفرنسا، تقول: أنا عليها نزيف منذ 5 أشهر لم ينقطع. نعم. الآن تحيرت في موضوع الصوم، كيف تفعل؟ لا، احنا خلاص يعتبر دم فاسد، يعني دم فاسد، فبالتالي تصوم أيامها وتصلي أوقاتها. متى تنقطع عن الصوم؟ ما دام مستمر معها هذا الدم. نعم. يعني هو دم النفاس؟ لا، الدم لا هي العبرة بالعادة الشهرية نتاعها. نعم. العادة الشهرية نتاعك، فإذا يعني مع الاستظهار، يعني أقصى مدة هي 13 أو 15 يوم. 15 يعني هي عندنا 15. نعم. أقصى مدة هي 15 يوم. بعد 15 يوم النزيف أو الدم الذي يسيل هذا يعتبر دم فساد أو دم مرض، فبالتالي تجري عليك أحكام الإسلام الأخرى، يعني من الصلاة ومن صلاة وصيام. نعم. خديجة من مسيلة: دعاء الاستفتاح وحكم قراءته، هذا نعم. ملخص السؤال. نعم. هذا عند الشافعية مستحب، وعند الحنابلة أيضا. وكان لي يدير من أدعية هي كثيرة، منها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشرك، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ولكن احنا عندنا المالكية حكمه حكم الكراهة، لذلك ليس غريبا يعني إذا كان مادام ما ناش نشوفوه ونسمعوه عندنا، لأنه عندنا في الفقه المالكي يأخذ حكم الكراهة. يعني اللي جابوا كما قلت انت الأخت، إذا كان كنت في الحرمين الشريفين ودرت الدعاء لا حرج عليك إن شاء الله تعالى، فالصلاة صحيحة ولا حرج. شكرا دكتور. نستقبل مكالمة الأخت زهيرة من البرج. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا زهيرة. عندي سؤال. جداتي منين كانت سنة صغيرة، دوك عندها 90 سنة. نعم. كانت كي يسمى تولد هي ويموت لها ولادها، ولا ضرايا هاك سمى معها يموتوا لهم ولادهم. نعم. يقول لها راجلها، يقول لها طهريهم وهما موتى.
ومن بعد يدفنهم. فهمتني؟ نعم. فهمتك. اي سما هما كيموتوا يقول لها طهريه من الساعه وهي تقول له ما ندير سما ما نطهرهمش، يضربها يقول لها طهريه سما الذراع. نعم. شحال اللي كان يموتوا قلتي يزيدوا؟ ماتوا لها زوج كيقول لك. يعني شحال كان في اعمارهم؟ وكانوا صغار من اللي يزيدوا يموتوا. يعني يموتوا يزيدوا موتى. لا يزيدوا حيين ومن بعد يموتوا، يعني يقعدوا يومين ثلاثه ويموتوا وتقول له طهرها. نعم. عفوا يقول لها هو طهرهم. نعم. السؤال الثاني؟ لا ما عنديش سؤال، عندي برك معليش ندير ما كان الشيخه. ابقاي على الخط يا زاهره. معليش. شكرا. الى وهران السيده جميله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. نعم يا جميله. عندي اسئله. تفضلي. نعم. أنا امرأة متزوجة وزوجي مريض بالأعصاب. نعم. تسمعني؟ واصلي. زوجي مريض بالأعصاب، يعني حقيقة كيكون زعفان كيجيه دفوة حالات لا يدري ماذا يفعل، لا يستوعب ماذا يفعل. نعم. ومن بعد ديفو احيانا هكذا اشياء عاديه لا زعما من زعفوش انايا، ولا هو يتحجج ويلقى اسباب للمشاجره، هكذا اسباب نعم. السؤال يا جميله، السؤال الله يحفظك. نعم. وتلفظ بالطلاق. نعم. وهو في حاله غيبوبه تامه لا يدري ماذا يفعل. وأنا لم أكن هناك، أنا كنت في دار أبي وهو قالها في نفسه وأنا لم أعلم حتى جاء وأنا رحت ضيفة، وعندما رجعت إلى المنزل قال لي بعد أشهر قال لي بأن ذاك اليوم عندما تشاجرنا نويت أن نعم أفعل هذا. أشكر هذا يقع ولا لا؟ واضح إن شاء الله. واسمحني، ورحنا للعمرة عندنا من شهرين هكذا. كذلك كان شجار قليل هناك. أشكو عمرة مقبولة ولا لا؟ ربي يقبل إن شاء الله. شكرا. إلى كوثر من وهران ونستأنف الإجابة. كوثر السلام عليكم. نعم يا كوثر. نفقد المكالمة. إذا نواصل مع السائلة خديجة من المسيلة. تأخيرها لصلاة العشاء حتى قبيل المنام لكي تبقى نائمة أو تنام على وضوء. هذا أمر جائز صحيح، لأنه ربي قال في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وصلاة العشاء وقتاش يدخل وقتها؟ من مغيب الشفق الأحمر، ويمتد يعني الوقت الاختياري مع الضروري يوصلوا إلى غاية منتصف الليل، بل أكثر من ذلك. يعني أنت كي تصليها على 11 تعلي ل 11 ونص 12 غير منتصف الليل إلا قليل، ذلك أحسن. الأفضل ما تتجاوزيش يعني منتصف الليل إلا الضرورة. فبالتالي بهذا الوقت عادي تماما تصلي صلاة العشاء، وربما تركعي بعض الركعات بعض النوافل وترقدي على وضوء، فذلك أمر مستحسن جميل. منتصف الليل ليس بالتوقيت التوقيت العالمي، توقيت الجزائر. نعم. إذا هو ما بين المغرب إلى العشاء يقسم على 2. هذا الوقت يقسم على نعم. يعني أحيانا يكون على 11 أحيانا يختلف. نعم. يعني شتاء وصيف. نعم. طولا وقصرا. نعم. بارك الله فيك. وفيك البركة. السؤال الموالي. السفر إلى العاصمة. نعم. أنت سافرتي العاصمة ما دام يعني فيه أكثر من 83 كيلومتر أو 80 كيلومتر على خلاف بين أهل العلم، المهم نتفقوا على أكثر من 80 كيلومتر، معناه خلاص أنت يجوز لك أن تستفيدي من هذه الأحكام الشرعية الخاصة بالسفر. طيب أنت خرجتي من الديار، رحتي في سفر، بمجرد ما خرجتي من الديار من البلدة اللي تسكني فيها خلاص عندك الحق في الاستفادة من هذه الأحكام الشرعية. وصل وقت الظهر، تصلي الظهر، أنت مخيرة، يا إما تصلي الظهر في أول وقته تصليها ركعتين يعني قصرا، وزيدي تجمعي معها صلاة العصر، يعني تجمع تقديم قصرا
لأن الظهر مع العصر يتفقان، اسمهما الظهران. ظهر العصر، كما أيضا المغرب والعشاء اسمهما العشاءان. طيب سيدي، مثلا وصل وقت الواحدة قادرة تصلي الظهر ركعتين قصرا، وتصلي معها العصر جمع تقديم قصرا ركعتين. هذا خيار. الخيار الثاني أنك تأخري الظهر إلى وقت العصر وتصليهم جمع تأخير قصرا، تصلي الظهر ركعتين والعصر تصليهم ركعتين. انت قلتي في المحطة صليت الظهر والعصر، أحيانا كما قلتي تجمعي بين الظهر والعصر، وهذا أمر صحيح جائز. بعد ذلك قلتي السائق يتوقف أثناء صلاة العصر، هل ما تعودي صلاة العصر؟ علاش تعوديها؟ حتى يكون توقف ساعتين 3 لا يهمك. أنت تدخل وقت الظهر، صليت الظهر ركعتين، صليت العصر ركعتين، انتهى الأمر. حتى ولو وصلت إلى بيتك ما يضر. نعم. ما يضر، يعني حتى توصل بيتك وتوصلي مثلا على الساعة 5 ولا الساعة 6، ما زال ساعتين المغرب ولا أكثر، لا يهم، أنت صليتي ذمتك بريئة والسلام. ما تعوديش صلاة العصر يا الأخت خديجة. نعم. السؤال الموالي لأم أو قبل ذلك نعم، البسملة. صلاة الفاتحة. نعم، البسملة في سورة الفاتحة. لا صلاة الفاتحة قالت أعتقد. لا، البسملة. نعم. لا سورة الفاتحة هي واجبة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحتى هذا الحديث العلماء فهموه بفهمين. الفهم الأول لا صلاة صحيحة. الفهم الثاني لا صلاة كاملة. يعني الفهم الثاني نفي الكمال. الفهم الأول نفي الصحة. هكذا نفي الصحة معنى لا صلاة صحيحة، لا تصح منها، لا تصح. إذن نحن نقول صلاة الفاتحة ضرورية، لا صلاة طبقا لظاهر هذا الحديث النبوي الشريف، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما بالنسبة للبسملة قرأتها سرا الله يبارك، ما أصلا لا حرج عليك فصلاتك صحيحة. نعم. ويبقى الخلاف فيها قائما. نعم طبعا المسائل الخلافية يا سادتي الكرام، المسائل نعم. الخلافية لا تتحرج منها أبدا، ما تحرجوش منها. ولا درك ذكر دعاء الاستفتاح، كاين تسمعوا يقول كما ما يقولوش. وفي دعاء القنوت تلقى عندنا في المالكية في الفجر وكذا، وفي في الوتر يعني، والاخرين يقولوا في من اول يوم. ستلاحظون ذلك في شهر رمضان الفضيل ان شاء الله تعالى، ليس في ذلك حرج. المسائل القطعية ما فيهاش نقاش. نعم. ولكن المسائل الخلافية فيها رحمة. لذلك يعجبني واحد الكلام يقوله العلماء، يقول لك اجتماع أو اتفاق العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. الله يرحمنا برحمة الواسعة. شكرا دكتور. أم إكرام سألت عن هذا الزوج الذي لم يدفع المهر. نعم. استمعت للقصة وأنها وقعت معه في الخطيئة هذه الأخت، ولكن القاضي جعلهم الزواج بينهما وحكم يعني، أو شهود قالوا أنه يدفع هذا الإنسان 5 ملايين شهر مهر وشرط لهذه المرأة. نعم. أولا بالنسبة للخطيئة هذه يتحملان المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لتدخل ولي الأمر، تدخل القاضي أو الحقيقة القاضي وليس وكيل الجمهورية، ولكن إذا كان في شكوى يكون فيها وكيل الجمهورية، فبالتالي عقد لهم وبحضور الشهود. هذا عقد صحيح، هذا عقد صحيح. أما المهر ربي قال في القرآن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والصداق أو المهر هذا أمر مطلوب لابد أن يذكر في العقد، يعني في مجلس العقد. ويمكن تأخيره كما يقول السادة الفقهاء إلى أقرب الأجلين. ليس شرطا أن يقدم المهر يوم العقد، ما هو الشرط يقدم المهر هذاك نهار، لا، يمكن تأخيره، إما يؤخر جزء منه أو يؤخر جميع المهر إلى أقرب الأجلين. شكون هما أقرب الأجلين؟ هما إما الطلاق، والمقصود هنا ليس الطلاق الرجعي بل الطلاق البائن. ومن أحكام الطلاق البائن بنوعيه، الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى، حلول الصداق، مع لازم يقدم الصداق. نعم. والأجل الثاني الوفاة. إذا مات هذا الزوج
هذا المهر يعتبر فقها وقانونا من الديون الممتازة. ما معنى من الديون الممتازة؟ معناه الزوجة تأخذ مهرها 50 مليون 5 ملايين، نقول أنا 45 مليون، زدت له صفر يا شيخ، زدت له صفر، 50,000 دينار. هذا ليس ميراثا ما دام دخلته في الديون الممتازة. نعم ليس ميراثا. إذن 50,000 دينار، حبيت تقول 50,000 دينار يعني 5 ملايين سنتيم. نعم. تأخذ مهرها المقدر ب5 ملايين، وبعدين ترث ميراثها الشرعي. هذا واش نقدر نقول. درك الآن فقير إن شاء الله يولي غني، ولكن ما ينساش يقدم المهر لزوجته. نعم. السؤال الموالي. زهيرة من ولاية البرج، جدتها في الصغر جدها كان يأمر هذه الزوجة بختان الأولاد لما يموتوا، يعني يزيدوا أصحاب يوم يومين، ولكن قبل دفنهم يأمر بختانهم، قالت يطهرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يعني يجعلهم طهارة. يعني لا أدري سبحان الله، واحد الأمور يديروها الناس يعني. نعم. خلاص الميت لا يصح التصرف في جثته، مات انتهى، مات. نعم. حتى الأظافر لا تنزع منه. نعم مات خلاص، هذه جثة. الميت له حرمة، له حرمة. ما تقطعوا له الظفر نتاعو، ما تنحوا له الشعر نتاعو، ما تديروا له ولا شيء، انتهى. إذا كان مازال مش عارف، إذا كان مازال حيته بلا ربي سبحانه والسلام. نعم. نعم. جميلة من وهران، وهذا الزوج المريض بمرض الأعصاب. نعم. نعم. قالت يعني وقع مرة بينهما شجار، وفي حالة يعني قالت يعني هي وصفتها أنه كان في غيبوبة، يعني ذهب عقله، غاب عقله، وتلفظ بالطلاق. نعم. بماذا تفتيها؟ أولا لا طلاق في إغلاق الإنسان، وعلى بالك طلاق الغضبان. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين أشار إلى طلاق الغضبان. قال لك الغضب كان 3 درجات. الدرجة الأولى هي الدرجة العادية البسيطة، يعني أي إنسان، وهذا الحاصل عادة، يطلق زوجته وهو غضبان، وكان يطلق يعني وهو يعني في غاية السكينة والراحة، ولكن القاعدة أنه يطلق وهو غضبان. فإذا كان يدرك كنها ما يقول. أي مكالمة وقفني محمد صلاح. يتفضل. اسمه سعد وانا اسمي سعيد صافي، يعني لازم نفوت يعني. معرفة. معرفة أيوة. شكرا يا دكتور. سعد من تيبازا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا يا سعد. شكرا كمان الحصة هذه فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك. شيخ عندي واحد الأسئلة والله. نسمع إليك، تفضل يا أخي. لك تفضل. عندي المرأة قبل الحمل عندها ذاك رمضان إن شاء الله تغفر قريب شهرين. نعم. عندها ملي سيدتها بالحمل حق والدة عندها قريب شهرين في رمضان إن شاء الله. عندها اسمح لي شهرين نفاس. من رمضان تكون عندها قريب شهرين غير سمانة ملي زيدت. نعم. ملي ولدت. نعم. لك سمارها مرضعة، تقدر تصوم ولا ما تصومش؟ إلا تصوم مرضعة حق إلا تفطر تقضي النهار تاع حاول. نعم. واضح إن شاء الله. فهمتني شيخ؟ مفهوم يا سعد، مفهوم. الشيخ أعطينا النمرة تاع الشيخ بويفري إلا بغيت. نعم، في عارضة الإخراج مع الزملاء إن شاء الله. شكرا. من البليدة محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا. الشيخ هذا بس عندي. الحمد لله. الشيخ حبيت نسأل الشيخ. نعم. أنا متزوج وفي عمري 58 سنة، وعندي حلم بزاف. الصباح ما نسيب روحي مانيش مليح، ما نصليش صلاة الفجر. وش عندك يا محمد؟ راك عارف حلام شغل. الاحتلام. يقول لك شغل تخطى الشيطان هذيك. واضح واضح. نعم. شخصية واحد قال لك قلت في الإيمان، وأنا إنسان مصلي الحمد لله، بوليداتي عندي 12 حفيد. نعم. هذا هو السؤال تاعي، ربي يحفظك إن شاء الله. هذا المشكل خلاك تأخر صلاة الصبح. تسأل عن صلاة تقريبا مع الفجر نلقى روحي مانيش مليح. الصلوات الأخرى تصليها في الوقت عادي إن شاء الله. نصليها في الوقت الحمد لله يا ربي، الحمد لله. واضح يا محمد. وقول للشيخ يدعينا ان شاء الله ربي يحفظه هو ثاني. امين يا رب العالمين. ربي يبلغ المقاصد لكل قاصد ان شاء الله. امين ان شاء الله. بسلامة اخويا محمد. نعم. اذا نواصل دكتور.
مع جميلة من مهران. نعم. وهذا الزوج. إذا كنا نتحدث عن طلاق الغضبان. قلت ابن القيم رحمه الله يتكلم عن أنواع الغضب، كان قسمه إلى 3 أقسام. القسم الأول يعتبر يقع به الطلاق، يعني هو الغضب العادي. كيفاش نقول غضب عادي؟ معنى الإنسان غضبان ولكن يدرك كنه ما يقول، على بال واش راه يقول، ومتحكم في أقواله وأفعاله، وأنه قادر على النظر إلى العواقب، يعني راه في حالة من التوازن ولكنه غضبان. طلاقه هذا يقع باتفاق، ما كانش حتى خلاف فقهي بالنسبة لهذا القسم. القسم الثاني وهو طلاق الغضبان الذي بلغ به درجة الإغلاق، إلى درجة أنه كما قالت الأخت جميلة من وهران أنه كانه في غيبوبة، وتقول لا يدري ماذا يفعل، هكذا قلت يا الأخت جميلة. فإذا وصل به الأمر إلى هذا الحد فطلاقه أيضا لا يقع باتفاق، لا يقع باتفاق. غضبان إلى درجة الغيبوبة كما قلت، وهناك مكالمة، ليس كذلك؟ كثيرا. نعم أنا نحس بك، نشوف نعم. برك عادي. الله يبارك. تقرأ ما في الوجه. أو مسير، الله يبارك. نعم. ربي يحفظك ويسمع الصالح. شكر الله لك. نعم. أحمد من وهران، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. شكرا. الله يخليك. بغيت نسقسي الشيخ، أنا عندي الأخت تاعي تخدم في مؤسسة تاع دولة. وهذه المؤسسة جلعوا منها واحد الستائر وداروا ستائر جدد، واختي بغات تعطيني من هذيك الستائر، إلا كان هذه حاجة حلال نديهم ولا لا. وين جعلوها الستائر هذه؟ هذه الستائر جلعوهم قدام وداروا وحدين جدد في ظهرها. والقدوم وين داروهم؟ خلوهم في المؤسسة. نعم. قلعوهم وخلاوهم وداروا وحدين جدد. والسؤال الثاني، انا الاب تاعي عنده مده 8 من توفى، وخلى زوجته وابن قاتل، والاب تاعي خلى املاك، بس الاملاك اللي خلى زوج بنات تكحيه، واحد الكريه تاعها زوجة ابي راهي تديها، والحانوت الاخر حنا الورثه راه نقسموا الكريه تاعها. اسمحي لي، كيفاه تفاهمتوا في هذا الزوج محلات؟ هي على حسب النصيب تاعها في الكريه تاع حانوت، والحانوت ما نزعوش حنا كاع الورثه نقسموا ديك الكريه تاعها. ما فهمتش سؤالك يا ام احمد. كاين زوج حوانيت. حانوت واحد على حسب النصيب تاعها هي تدي الكريه تاعها. شكون اللي تديه؟ مرت ابي. نعم. والحانوت الاخر حنايا كاع الورثه نديو منه النصيب تاعنا. وهي تزيد تدي معاكم في الثاني؟ لا هي ما تديش معانا في الثاني. اسمحي لي، هذه القسمه هذا اللي درتوا تراضيتوا في بعضكم هكذا ولا؟ لا هي النصيب تاعها من درنا الفريضه، صح لها المكتوب هذاك اللي تديه، هو تدي من الكريده الحانوت الاول. ممكن تقولي عدد الورثه؟ صبرك الورثه اللي خلى باباك؟ خلى زوجها؟ بويا الله يسمع، خلى الورثه بزاف. خلى زوجها هذه وزيدي. وخلينا حنايا وخلى شكون انتم؟ شكون؟ وكاين جداتي. خلاكم انتم بنات شحال؟ حنايا 6 بنات. وخاوتك ذكوره شحال؟ عندي 4. 4 ذكوره. خلى باباه ويماه؟ وخلى غير جداتي. نعم؟ خلى غير جدي احمد توفي. نعم. خلى الام. باباه ميت؟ نعم. نعم واضح. الان راكي تقولي لنا باللي زوجة باباكم دات نصيبها من الكريه في الحانوت الاول، وانتم الورثه بما فيهم ام الزوج ام هذا السيد تاخذوا نصيبكم في المحل الثاني. هاي نيشان بصح دروك حنايا زوجة الاب تاعي قالت لنا سمحوا لي باش ندي حنايا البنات حقنا من الكريه تاع الحانوت الزواج. علاه؟ قالت لك هذاك المكتوب ما راهش يقدني باش نكمل به الشهر، وراه جاي المصروف تاع رمضان وكاع، وقالت لنا غير قابلين تسقم قوعتها تاع باش تدي لاتري تاع بويا الله يرحمه، تولي تعطينا ترد لنا دراهمنا. وحنايا الاولى قلنا لها واه، من بعد حنا ديجا هذه زوجة ابي كانت عندنا معها مشاكل من قبل،
والله زعما الله يرحم بويا ما كانش تخلينا حتى باش نشوفوه. اي احنا دوك من بعد ما خممنا قعدنا نقولوا زعما في الحياه ما كانش نشوفوا، ما كانش العلاقه تاعنا معاها ما كانتش مليحه، وكي توصلت معنا علاقات مليحه حنا زعما من بعد سمحنا في الرزق اللي خلاه. واضح ان شاء الله. فقط المحل المحل الاول مع المحل الثاني. المحل الاول مرت باباهم. لا حبيت نقول يعني القيمه نتاعهم، يعني اذا كان ياخذوا الكريه هما. ياخذوا الكريه، ولكن والكريه نتاع المحل الثاني يديوها الاولاد مع البنات. يعني هل المحل الثاني اكبر من الاول؟ هي درك مرت باباهم قالت لهم زيدوا خليوا لي الثاني. تدخل نعم. الحالة الثانية فيه كريه اكثر من الحالة الاولى. احنا شعرت بذلك. نعم واضح الاخت. زعما ربي مثلا هو خايبه ما قلناها باللي نعطوه من بعد كي فكرنا باللي غادي من بعد غادي تتنازل معانا وتقول سمحوا لي في شوفي ام احمد باختصار، المحل الاول شحال الكريه تاعو؟ المحل الاول الكريه تاعه مليون ونص، تديها هي ولدها. تديها هي ولا وانتم وشحال المحل الثاني؟ المحل الثاني كريته 6 ملايين. 3 ملايين. هي زاد قالت لكم؟ 6 ملايين. و6 والاول اللي تديه اسمحي لي، مرت باباكم قالت لكم سمحوا لي في 6 ملايين هذو؟ لا حنايا البنات الاولاد ما قالت لهمش تسمحوا لي. يعني تسمحوا لها؟ نعم. غير حنا البنات قالت لنا تسمحوا لي، مع حنايا عندنا كل ماشي كاع من ام وحده. نعم. بويا الله يرحمه عندها مزوج عام مره والاخرين ما بغاوش يسمحوا لها. حنايا من قالت لنا قلنا لها واضح من بعد كي خممنا كي شغل ترددنا باش نسمحوا لها، عاود ما بغيناش. واضح ان شاء الله، واضح. ربي يجعل الرحمه بيناتكم ان شاء الله. امين. مع السلامه. وديما راهي مرت باباكم ان شاء الله، ديما ديروا الوجه لباباكم ان شاء الله، وربي يرحمه ويرحم اموات المسلمين ان شاء الله. شيخ نواصل ان شاء الله. نعم. حتى يسعنا الوقت. هذا بالنسبه للطلاق. عندك ما تضيف او نذهب؟ لا فقط في الطلاق. لا في الطلاق الثاني كي قالت. نعم. هو كان وحده طلقها في نفسه، هي ما كانتش حاضره اصلا. نعم. هذا علم الخيال يا الاخت جميله، يعني هو كان مريح وحده. بالك قالها يعني وهو انت راكي عند مواليك. نعم. هو وحده برك ناضي. فكر باللي يطلقك، وفي نفسه بعد شهور كما قلتي بعد اشهر قال لك هذاك النهار نويت باش نطلقك. هذا كلام صفر، ما عنده حتى اثر. ملغي. هذا ملغي، ما عنده حتى اثر. اذا كان في نفسه يفكر براحته، ولكن لان الطلاق لا يقع. لو كان يقول لك مباشره انت طالق، الطلاق يقع بلفظ اللافظ. اما بالنسبه للعمره ما عندك حتى مشكله. يعني من المهم درتوا الاحكام مناسك العمره ان شاء الله صحيحه ومقبوله، وربي يتقبل ان شاء الله. يطمئني يا جميله من وهران. اخونا سعد من تبازا وزوجته يعني رزق بمولود وهي ترضع هذا المولود. ترضع. الحمل والارضاع من الاسباب المرخصة للمرأة أن تفطر في نهار رمضان وتقضي بعد ذلك إن شاء الله. نهار اللي تكمل الرضاعة نتاعها ولا ترضع كاش 3 شهور 4 شهور 6 شهور 7 شهور تلقى روحها مرتاحة، ممكن حتى عامين. والمرضعات يرضعن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وإذا كان المرأة يتوالى عليها الحمل والإرضاع، هذه السنة راهي حامل وبالعام الجاي ترضع، بالك بعد عام ونصف ولا تحمل وهكذا، يعني العذر قائم إلى أن يستوي أمرها وترتاح ثم تقضي أيامها والسلام. وطبعا سوف نأتي بالتفاصيل في مستقبل الأيام ونتحدث عن جميع الأعذار المبيحة وتكون تفاصيل سي سعد. الآن زوجتك راهي ترضع، تاكل تفطر في رمضان عادي باش تكون قوية إن شاء الله وترضع الرضيع نتاعها ويتربى في عزكم إن شاء الله. إن شاء الله. محمد يتخطاه الشيطان كثيرا والله، يجعل له حرج في صلاة الصبح. نعم. درك يا أخي أنت الأصل طبعا من احتلم أولا ربي يعافيك وربي يشفيك إن شاء الله من هذا الأمر. فقط عليك أن تتأكد فعلا إذا كان هو احتلام أليس احتلام، لأنه ربما ليس كل ما يخرج منك يعني يفسد وضوءك أو يفسد يعني وضوءك الأكبر أو طهارتك الكبرى. تأكد من هذا. الماء من الماء. الماء من الماء. نعم. ثم الأمر الثاني، فإذا كان في الوقت سعة
باش تستحم وترفع الحدث الأكبر، ترفع الجنابة هذه. نعم. الله يبارك. هذا هو المطلوب، أنك ترفع دير طهارة الكبرى ثم تصلي صلاة الفجر. وإذا تعذر الأمر ربما شفت الوقت لا يكفي باش يعني تلحق صلاة قبل فوات وقتها الضروري، هنا يجوز لك باش تتيمم وتصلي صلاة الفجر قبل فوات وقتها الضروري. بارك الله فيك دكتور. أم أحمد من وهران. وطبعا هذا ما عندوش علاقة بالإيمان يا أخي، يقول لك قالت الإيمان اللي قال لك كذا، لا هذا خطأ، لا ماهوش يعني لا تأسف لا تحزن اللي قال لك قالت الإيمان، لا ما عندوش علاقة بهذا الأمر بتاع الإيمان. نعم. أم أحمد من وهران. أولا هذه الستائر اللي موجودة في المؤسسة، الآن المؤسسة جلبت ستائر جديدة ونزعت القديمة، هل لأختها أن تجلب لها أو لنفسها هذه الستائر للبيت؟ لا، كل موظف كما أختك ولا أي واحد يعمل في المؤسسة، هذاك المال بأي حق استحللتم أموال الناس. بمعنى ماهوش اللي يخدم في مؤسسة أي حاجة يلقاها يديها، لا ماشي هو اللي يقدر بنفسه، وإلا هذا يدي طعام، وهذا يدي الديسير، وهذا يدي البلونشا اللوحة، هذا يدي ستاير، لا وهذا اللي يخدم في لا ميكانيك مثلا يدي آلات الغيار أو أدوات الغيار، ولا ما هذا كله لا يصح. لماذا؟ لأنه ماهوش ملكه. نعم. ماهوش ملكه. الإنسان لابد أن يكون عفيفا يتعفف في هذه الأمور، إلا إذا كان قدر ولي الأمر في المؤسسة أن بعض الأمور مآلها الضياع، مآلها الفساد، تتلف، هنا يجوز له وبطريقة عادلة يمد لهم كامل للعمال الموظفين والسلام. إذا كان في 20 ستاير هذوك خلاص يروحوا يضيعوا ويتلفوا ويفسدوا، مادام جابوا جدد باش يرميوهم يخسروا، لا يجوز باش يوزعها على الموظفين والموظفات إلا من تنازل عن حقه وبطريقة عادلة، لأن هذا المال لا يجوز أن يضيع، لا يجوز أن يتلف، الإنسان يستغله بهذا الشكل، ولكن ليس بقرار فردي منه، بقرار انفرادي أو ابتداء من البداية برك من نزع يديها للدار، ينزع فقط يروح يديه ويخطفوا، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. الله يجنب الجميع أكل الحرام ومن الحرام يا رب. نعم. سؤالها عن هذا التاريخ الآن. نعم. فهمت دكتور سعيد ماذا أرادت أم أحمد. نعم. إذن أولا باباك الله يرحمه ترك زوجة. نعم. وترك 3 بنات وترك 4 أبناء وترك أما، هكذا. نعم. طيب، أولا هذه بالنسبة للفريضة، الزوجة ترث الثمن، ترث الثمن 1/8 من كل 8 أسهم تدي. نعم. والأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث. أصل المسألة 24، الزوجة ترث الثمن 24 معنى 3 أسهم، الأم ترث السدس 24 معنى 4 أسهم، اللي بقوا كامل باقي تعصيبا يروح للأبناء والبنات طبقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن أنتم بالتراضي، قسمة تراضي، قسمة بالتراضي، خاطر لو كان بالتقاضي يعني تكون بالضبط ما تخرجش، يعني ما تخرجش، راهي دات 8500 راهي هذيك هي. نعم. إن لم أقل أكثر يعني أكثر دات أكثر من حقها، ولكن مادام بالتراضي أنتم تنازلتوا ما كان حتى حرج. هي تأخذ الكراء يعني مبلغ الإيجار نتاع الحانوت الأول مقدر ب1,500,000 يعني 15,000 دينار جزائري، وأنتم جميعا تأخذوا الحانوت الثاني الإيجار نتاعو مقدر ب60,000 دينار يعني 6 ملايين سنتيم. وبعدين هي راهي تفاوض معكم، قالت لكم الآن مازال ما جاتش لاروترات يعني منحة التقاعد نتاع الوالد، يتخاطب البنات باش تعطيوا لها شويه دراهم زيدوا يتراضوا في قسمة يعني هنا إذا كان قبلتوا بالتراضي يعني انتم تخليوا من حقكم بالتراضي، ماشي بالسيف ماشي بالإكراه، الله يعينكم. وبعدين انت قلتي هي التزمت أنها ترجع ذلك المبلغ بعدما تتقاضى في المستقبل منحة التقاعد، فهذا أمر مقبول، ولكن على أن يكون بالتراضي. يرجع له. هذه عندكم سلطة تقديرية كاملة. هكذا، وربي يحفظكم إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور سعيد، شكرا جزيلا. نأتي على نهاية هذا البرنامج. أشكرك وأشكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على التواصل والتفاعل معنا في هذا البرنامج. نلتقيكم غدا بحول الله وقوته. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية المولى وحفظه،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.